مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك وضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز قبل ما أبدأ في مراجعة كل اللي يشوف الفيديو ده إنه يدخل إن هو يدعي لأهلنا في فلسطين. اللهم انصر فلسطين يا رب. اللهم عليك بظلم أعداء الدين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. يلا بينا نشوف المراجعة. سؤال بمتفسر. 1. تعرضت دولة المماليك في أواخر القرن ال15 الميلادي لأزمات مالية وتدهور اقتصادي؟ أزمة يعني مشكلة. طب الإجابة إيه؟ 2. 1. اكتشاف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح عام 1498. 2. تم تحطيم الأسطول المملوكي عام 1509 في معركة ذو البحرية. كما تعرضت لهزيمات سياسية. قلنا أزمة يعني مشكلة، سياسيا يعني داخليا يعني في الحكم ذات نفسه. إيه اللي يخلي دولة تتعرض لهزيمات سياسية؟ 3 حاجات. 1. اضطراب الأمن، يعني مفيش أمن. أدام مفيش أمن هيبقى مفيش سياسة. اضطراب الأمن. 2. الصراع المستمر بين المماليك على السلطة، يعني ده عايز السلطة وده عايز السلطة. رقم 3. كثرة الفتن والثورات الداخلية. كثرة الفتن والثورات الداخلية مما أدى إلى ضعف قواتهم العسكرية. السؤال اللي بعده. بما تفسر إدراك السلطان سليم الأول أن الصدام مع الدول الأوروبية محفوف بالمخاطر؟ الإجابة: لتفوقهم حضاريا وعسكريا على العثمانيين. تفوقهم حضاريا وعسكريا على العثمانيين. السؤال اللي بعده. بما تفسر هزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيين. ليه الجيش المملوكي اتهزم أمام العثمانيين؟ عشان حاجتين. 1. التفوق العسكري للجيش العثماني. يا باشا الجيش العثماني قوي جدا، واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. 2. نزاع المماليك المستمر على السلطة. شو الصراع المستمر على السلطة بين المماليك؟ وعدم الاستقرار الداخلي. الداخلي. السؤال اللي بعده. بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في عهده، عوامل ضعف. بسبب ايه؟ حاجتين. 1. قصر مدة حكم الولي التي تتراوح بين سنة إلى 3 سنين. الولي والله كان بيقعد من سنة إلى 3 سنين. طب الفترة دي فترة طويلة ولا فترة قصيرة؟ فترة قصيرة، فبيدور على مصالحه الشخصية. قصر مدة حكم الولي التي تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات. 2. زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. السؤال اللي بعده. فشلت حركة علي بيك الكبير. بتفسر فشلت حركة علي بيك الكبير. ليه؟ الإجابة: بسبب انحياز محمد أبو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه معه ضد علي بيك الكبير. بما تفسر تدهور الزراعة وأحوال المجتمع الريفي في عهد العثمانيين. ليه تدهورت الزراعة وتدهور أحوال المجتمع الريفي في عهد العثمانيين؟ عشان 3 حاجات. 1. إثقال الفلاح بالضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية. بدل ما الفلاح يدفع 1000، لا باش يدفع 10000. إثقال الفلاح بالضرائب المفروضة. 2. شدة تعسف الملتزمين في جمعهم للضرائب. رقم 3. عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. السؤال اللي بعده. بما تفسر تأخرت الصناعة في العصر العثماني في مصر. ليه تأخرت الصناعة؟ بسبب 1. تدهور الزراعة. ازاي هيبقى في صناعة وما في زراعة؟ مينفعش. 1. تدهور الزراعة. 2. انتقال أمهر الصناع إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، فأصبحت الصناعات يدوية وبسيطة ورديئة. السؤال اللي بعده بيقول لي بما تفسر تدهور وكساد التجارة الداخلية في مصر في عهد العصر العثماني.
تدهور وكساد التجارة الداخلية في مصر في العصر العثماني بسبب 4 حاجات. تدهور الزراعة والصناعة. ازاي هبقى في تجارة وانا لا عندي لا زراعة ولا عندي لا صناعة؟ بسبب 1 تدهور الزراعة والصناعة، 2 افتقاد الأمن وإن مفيش أمن. طب رقم 3 عدم الاهتمام بطرق التجارة البرية، مش مهتمين بالطرق التجارة البرية. 4 الغارات المتلحقة لبدو الصحراء، زي كده زي مثلا فيلم سلام يا صاحبي، يطلع عليك بلطجية ياخدوا منك الفلوس، ياخدوا منك تجارة، ياخدوا منك كل حاجة، دي اسمها الغارات المتلحقة لبدو الصحراء. السؤال اللي بعده، بما تفسر تدهور التجارة الخارجية بقى في مصر أثناء العصر العثماني بسبب حاجتين. تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. 2 منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. السؤال اللي بعده، بما تفسر اتسمت الحالة الثقافية والفكرية خلال فترة الحكم العثماني بالجمود والتخلف. ليه؟ بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. السؤال اللي بعده، بما تفسر اصطحب نابليون مع مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. ليه؟ الإجابة لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. دراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. السؤال اللي بعده، حمل نابليون معه مطبعة عربية وأخرى فرنسية. ليه؟ بما تفسر لطبع المنشورات للأهالي. المنشورات للأهالي. السؤال اللي بعده، بما تفسر هزيمة المماليك أمام الحملة الفرنسية. ليه المماليك اتهزموا أمام الحملة الفرنسية؟ والله بسبب اعتمادهم على الفروسية. المماليك كانوا بيعتمدوا على الفروسية، بينما كان الفرنسيون يستخدمون المدافع والمعدات الحديثة. السؤال اللي بعده، بما تفسر فشلت قوات الحملة في إخضاع الصعيد. فشلت قوات الحملة الفرنسية في إخضاع أهل الصعيد. لأنهم اتبعوا حرب المناوشات، كان بيضربوا يطلع يجري، لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة والتي أنهكت قوة الفرنسيين ونظرا لطول الوادي. السؤال اللي بعده، بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى. ليه قامت ثورة القاهرة الأولى؟ عشان 4 حاجات. 1 فرض نابليون الضرائب الفادحة على الأهالي. 2 تفتيش البيوت واقتحام الحوانيت بحث عن الأموال. رقم 3 هدم أبواب الحارات لمطارد العناصر المقاومة. 4 هدم كثير من المباني والآثار بحجة تحسين القاهرة. القاهرة. إذا لو جه لك بمتفسر قيام ثورة القاهرة الأولى هتقول ال4 حاجات دول. يلا نشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر الحملة الفرنسية على الشام. بتفسر الحملة الفرنسية على الشام؟ بسبب إن هي تحالفت الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. قامت الدولة العثمانية بإعداد حملتين لإخراج الفرنسيين من مصر، حملة برية عن طريق الشام وحملة بحرية عن طريق جزيرة رودز من الشمال. من الشمال الحملة الفرنسية على الشام. يلا نشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر فشل نابليون في الدخول عكا. ليه فشل نابليون في الدخول عكا؟ ليه؟ بسبب حاجتين، مقاومة واستبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار. تمام. تاني، مساعدة الأسطول البريطاني وإمداده لعكا بالمؤن والذخائر. السؤال اللي بعده، بما تفسر سفر نابليون إلى فرنسا سرا. ليه نابليون سافر إلى فرنسا سرا؟ الإجابة بسبب تحالف الدول الأوروبية كلها ضد فرنسا. السؤال اللي بعده، بما تفسر
كان قريبا من أنصار جلاء الحملة الفرنسية عن مصر. ليه؟ الإجابة لأنه كان يدرك الأخطار التي تواجه الحمل، حيث 1. تناقص عدد الجيش بسبب المعارك والحروب الداخلية والخارجية. 2. عودة المماليك للمقاومة. رقم 3. إرسال الدولة العثمانية حملة أخرى إلى عريش ودمياط. 4. تجددت ثورات المصريين في الشرقية وامتدت إلى وسط الدلتا وغربها. إلى وسط الدلتا وغربها. السؤال اللي بعده، بما تفسر أنشأ نابليون بونابرت الديوان العام وديوان الأقاليم وديوان القاهرة. ليه أنشأ الديوان دي كلها؟ الإجابة لتدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى، اللي هم يعني بيتشاوروا من حيث الاستشارة وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام. اللي يعود على ليه؟ على الأهالي بالنفع العام. يلا نشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر نجاح محمد علي في التخلص من السيد عمر مكرم بسبب إيه؟ 1. انقسام القيادات الشعبية فيما بينهما حول تقدير عمر مكرم ومكانته وسط الناس، فأخذ منافسوه يدسون له عند محمد علي الذي انتهز الفرصة فقام ب 1. خلعه من نقابة الأشراف. 2. إبعاده ونفيه إلى دمياط عام 1809. إلى دمياط عام 1809. يلا نشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر تخلص محمد علي من المماليك. ليه؟ لأنه كان يرى أنهم مصدر قلق وفوضى. لأنه كان يرى أنهم مصدر قلق وفوضى. السؤال اللي بعده، نظم محمد علي الاقتصاد المصري في الزراعة والصناعة والتجارة على أساس الاحتكار. بما تفسر نظم محمد علي الاقتصاد المصري في الزراعة والصناعة والتجارة على أساس الاحتكار. الإجابة ليضمن محمد علي الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا غيره من الدول. منافسا غيره من الدول. بما تفسر نشطت التجارة الداخلية والخارجية في عهد محمد علي. ليه نشطت التجارة الداخلية والخارجية في عهد محمد علي؟ الإجابة بسبب النهوض بالزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي. الداخلي. السؤال اللي بعده، اهتمام محمد علي بالتعليم. ليه اهتم محمد علي بالتعليم؟ لأنه بحاجة إلى 1. موظفين لسد حاجات المصالح الحكومية. 2. إعداد فنانين متخصصين في مختلف الفروع خاصة لسد حاجة الجيش والأسطول. السؤال اللي بعده، استعان محمد علي ببعض الأساتذة الأجانب. بما تفسر استعان محمد علي ببعض الأساتذة الأجانب. 1. التدريس في المدارس العليا. 2. المساهمة في الترجمة. السؤال اللي بعده، أنشأ محمد علي المطبعة الأمرية في بولاق. ليه؟ لطبع الكتب اللازمة للمدارس. 2. لطبع الكتب الأدبية والفنية. رقم 3. إصدار صحيفة الوقائع المصرية. يلا نشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني. ليه؟ الإجابة بسبب تفاوض محمد علي مع القوى الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش المصري من المورة. 2. تصميم محمد علي على الانفصال والاستقلال بمصر. بما تفسر وجه الخديوي إسماعيل عدة حملات حربية إلى الأقاليم الاستوائية في أفريقيا. ليه؟ الإجابة السيطرة على مياه النيل. 2. التوسع في الجنوب. رقم 3. منع تجارة الرقيق. دي كانت مراجعة بسيطة كده على التاريخ
ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.